نفسها موت جوزها، لكن دي واحده ما صدقت ونسيت موت جوزها، يعني ما عندهاش اصل. عشان بعتت ورد يبقى نسيت موت جوزها وما عندهاش اصل؟ من الاخر انا ولا طايقاها ولا طايقه وردها. حاضر، اهدي انت بس. اهدى ده ايه وانت شايفني متجننه عليك؟ ما انا هادي. بصراحه مش فاهم هي عملت معاكي ايه يخليكي حطها في دماغك بالشكل ده. انا حاطه حد في دماغي ولا عندي نص ساعه في النهار فاضيه احط حد فيه في دماغي؟ بس في حاجه اسمها اصول يا حبيبي. حاضر، احسن حاجه ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني. انت كمان عايز تخرسني؟ انا عاوز اريحك. انا عارفه ايه اللي حصل لنا النهارده. ما كنا كويسين. مين اللي دخل علينا العماره بالسكنه الزفت الشؤم دي؟ الحق يا ماما، الحق يا ماما، الحقوا تيتا. مالها ماما يا بابا؟ ثانية واحدة، هتاخد القرص وهتجوه وهتبقى كويسة قوي. خد القرص ده يا حبيبتي، افتحي بقك، افتحي بقك عشان تاخد القرص. نواز نواز نواز. نواز مالها ماما يا بابا؟ ماما راحت. مسلحي مسلحي، تعالى ايوه انت معدة، اموري حضرتك. خد الورقه دي خليهم يكتبوها على الكمبيوتر في السكرتاريه، وخليهم يعملوا منها كام صوره ويعلقوها. تمت امس خطوبة الاستاذة ابنة الاستاذ سعيد. انت لسه هتقراها لي؟ روح وديها بسرعه. حاضر يا فندم، اوديها فين؟ السكرتاريه. حاضر يا فندم. هوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم.
ألف مبروك يا سعيد بيه. الله يبارك فيك. البقاء لله، شد حيلك. مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. بقاء لله. سعيد بيه، ألف مبروك. الله يبارك فيك. البقاء لله يا فندم. ألف مبروك سعيد بيه. الله يبارك فيك. البقاء لله. مبروك. البقاء لله. البقاء لله. كفايه يا عمي، كفايه. البقاء لله. كان نفسي تاكل من تورته الخطوبه. معلش معلش، البركه فيك. مش كده يا خالي، الصبر الصبر. دي كان نفسها ترقص مكارينا قبل ما تموت، لكن ما لحقتش، اتخطفت. انا وسعيد كنا جيران من واحنا صغيرين. امال ليه ما قالش ان بنته هتتخطب؟ اكيد يا حبيبتي كان مراعي ظروفنا يعني. وبعدين سعيد معروف عنه انه طول عمره شهم ويعرف الاصول. والاصول برضو يا ماما، ان حضرتك ما كنتيش بعتي ورد واحنا في الظروف دي، وما كانش يصح وهم عارفين ظروفنا ان هم يعلوا المزيكا بالشكل ده، على الاقل يراوا ان احنا في حاله حزن. اكيد يا حبيبتي ما كانوش عارفين ان احنا هنوصل من السفر. بعدين بالك بتتكلمي زي العواجيز كده. شفتي بقى حضرتك ربنا عمل فيهم ايه؟ اوعي يا غدا تقولي الكلام ده. انا مش عايزه اشوفك بتشمتي في حد ابدا، مهما غلط فيكي او كنتي بتكرهيه. انا اسفه يا سعيد عشان ما عرفتكش في الاول يعني. لا طبيعي، كبرت قوي انا، مش كده؟ كلنا، مش انت بس. لا، انت بسم الله ما شاء الله زي ما انت. خلاص بقى يا سعيد، الايام جريت وسبقتنا. انا اللي بستغرب له ايه اللي نزل الاسهم كلها بالشكل ده يا اخي، سبحان الله. دول زي ما يكونوا متفقين مع بعضيهم، ولا ايه الحكايه يا سعيد بيه؟ ما انت برضه راجل خريج تجاره عليا وتفهم اكيد في المسائل دي. تجاره عليا ايه يا استاذ بيومي؟ التجاره العليا دي كانت ايام والدي ووالدك. استاذ سعيد خريج كليه تجاره جامعه عين شمس. يا سيدي كلها تجاره وكلها جامعه والسلام. الله، ولا يعني اللي بيدرسوه هناك ما هو برضه بيدرسوه هنا يا استاذ فهمي؟ ولا يعني الاسهم بتعلى عندهم هناك وبتوطى عندنا هنا؟ كله من الدولار يا استاذ بيومي. الدولار يغلى الحاجه تغلى والاسهم تبقى في الارض. والله معاك حق يا استاذ فهمي. انا اليومين دول ملاحظ حاجه غريبه قوي، الدولار كل ما سعره ينزل هناك يغلى عندنا هنا. ده بقى معناه ايه؟ ده المعنى في بطن الشاعر. الله، ما تحضرنا يا استاذ سعيد وتنورنا. ايه الحكايه؟ احنا رايحين على فين؟ استاذ سعيد، استاذ سعيد كلمني. لا، ده انت يظهر النهارده مش معانا خالص. صباح الخير. صباح النور، الف مبروك. الله يبارك فيك. والبقيه في حياتك. حياتك الباقيه، هي الدنيا كده. انا اسفه قوي يا استاذ سعيد، تصور انا ما شفتش علبه الحلويات الا النهارده، وانا بفتح شنطه العربيه عشان اجيب الميه لقيتها ورا الاستبن. ولا يهمك، يعني كان المفروض انا اللي اخد بالي. انا حاسه ان انت زعلان مني. ما تبقيش حساسه للدرجه دي، الموضوع ما يستحقش يعني. يعني انت مش زعلان مني؟ هزعل منك ليه بس؟ وحياة عبلة الموضوع ما يستحقش انك تحلفي بحياتك. بس خليك فاكر انا ليا عندك عزومه غدا، ولا هتحمرق؟ ايه يا بستان مالك؟ فيك ايه؟ شايفاك النهارده كده يعني مزاجك مفنكش حبتين ومحتاج لصامولة. ايه النظام؟ فعلا في موضوع كده مفوت في دماغي شويه، مش قادر اربطه. طب مش من حق اعرفه يعني ولا ايه؟ يا حبيبتي انت خلاص من حقك تعرفي كل حاجه. طب طلع بقى، طلع اللي في دماغك. مش عارف. طب انت ما تيجي نشوف مكان نقعد فيه ناكل حاجه لحد المحاضره الجايه. انت عندك حاجه دلوقتي؟
منى ده مجنون. ممكن بقى تخش في الموضوع؟ ابويا كان عنده دكان بقاله بيطلع له منه قرشين جنب وظيفته، انما بقى بعد ما السوبر ماركت غطت البلد ابتدى المحل يجيب له ورا. راح ابويا واخدها من قصرها وقفل المحل. طيب ليه ما حاولتوش تطوروه؟ محتاج لي ثروه يورثها زي اللي بيحصل في الافلام. يا حبيبي انا لحد دلوقتي ما فهمتش هي ايه المشكله. المشكله ان انا مستخسر المحل كده وهو مقفول. طب ليه ما فكرتوش تبيعوه؟ فكرنا وجالنا فيه سعر كويس قوي، بس انا بقى طقت في دماغي حاجه. ما قلت لك خش في الموضوع. عاوز اقلبه ورشه ميكانيكا سيارات. ايوه كده، هو ده التفكير الروش تحت. ها عجبتك الفكره؟ تجنن. صبرك عليا بقى، ما هو الحلو ما يكملش. ليه بقى؟ يعني المشروع محتاج على الاقل 25,000 جنيه. طب من الاخر انت معاك منهم كام؟ كل اللي حوشه ابويا حوالي 15,000 جنيه بس. سامي تقبل شريك؟ انت عندك حد؟ ايوه بس يعني هو معهوش غير 10,000 جنيه ونايمين في دفتر التوفير. وماله، بس هو يوافق واحنا نقدر نبتدي على طول. لكن انت ضمناه؟ انت ضامنني يا سامي؟ ده انت متحمسه له قوي. انت تعرفيه كويس؟ وانت كمان تعرفه. انا كمان اعرفه. مين ده بقى؟ طمطم. انا. اتفضل يا باشمهندس. شكرا. باشمهندس سامي، يعني يا اخويا لا جيت ولا اديت البيت الدرس. معلش يا ست روحيه، اصل انا بصراحه اليومين دول يعني مشغول شويه. بس البت حضرت نفسها وقعدت تستناك اول امبارح. انا لما افضل باذن الله هبقى اجي لها. اعمل معروف يا باشمهندس، البت يا اخويا مش فاهمه حاجه في المدرسه، واحنا بصراحه كده خايفين تسقط. لا ما تخافيش، اطمني ان شاء الله ما تخافيش. طيب باشمهندس هتاخد مني كام؟ يا ست روحيه احنا جيران، وبعدين ما يصحش يعني نتكلم في حاجات زي دي. لا يا اخويا، دي نقره ودي نقره، وانا ما احبش اتعبك على الفاضي بلوشي. بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده، عن اذنك دلوقتي. الواد حلال لي. يا ماما قال لي هيجي لازم يجي ويديك الدرس، امال اسيبك تسقطي؟ يا حبيبتي يا ماما بحبك بموت فيكي يا بنتي يا بكاشه. عارفه يا ماما انا متاكده لو الباشمهندس سامي هو اللي اداني درس في الرياضه انا هنجح وهجيب مجموع كويس قوي. تنجحي بس. يا ماما شوف كهن البنات. وبعدين بقى في الست روحيه دي هي وبنتها في الطلعه والنازله مستلمني عشان ادي بنتها درس. وماله يا ابني، الناس لبعضها يا حبيبي. ايوه يا بابا بس انا مش فاضي. بصراحة بقى أنا مش مستريحة للي اسمها روحية دي. ليه بقى؟ أنا عارفة هي بتلف وتدور على إيه. ما تخليش مخك يروح لبعيد. الست روحية بنتها لسه صغيرة ومش بتاعة جواز دلوقتي. ده متهيألك، دي هي نفسها ومنى عينها إن ابنك يتجوز بنتها. وهو الجواز ايه؟ بالعافيه؟ جر الرجل. خلونا بس دلوقتي في المهم. مش انا المشروع بتاعي خلاص هنشوف النور؟ ازاي بقى؟ لقيت شريك. لازم له فتيحة اللي كان عايز ياخد الدكان. فتيحة مين ده يا ماما؟ هو ده الشريك ده؟ امال مين يا ابني؟ حد من زمايلك؟ ايوه يا بابا، فاطمه زميلتي في الكليه اللي انا كنت حكيت لكم عنها. لا هو أنت مش كنت بتقول إن أبوها موظف كبير وإنهم من عيلة مبسوطة قوي؟ ايوه يا ماما. طب ودي فيها ايه دي؟ طب وهي يعني عايزة تدخل شريك معاك في الشغلانة دي ليه؟ انت مش كنت بتقول يا ابني انها ميالة ليك وانت ميال ليها؟ بصراحة ايوه يا بابا. في الحالة دي بقى يبقى مفيش داعي انك تاخد منها فلوس. انا عاوزك يا ابني دايما تبقى كبير في نظرها. ايه يا ابو سامي؟ الله، ما هي ساعتها هتبقى مراته ومفيش فرق بين الراجل ومراته. خلاص جوزتيهم يا رتيبة، هي دي حاجة سهلة؟ ده بيقول انها بنت ناس. واحنا مش ناس يا بابا ولا ايه؟ ايوه يا ابني احنا مهما كان ناس على قد حالنا. انا مش عارف انت خايف من ايه يا بابا. ده مشروع شغل وهي هتساهم فيه زي ما هتساهم في اي مشروع. طب افرض يا ابني ان الورشة دي لا قدر الله ما اشتغلتش زي محل البقالة اللي انا كنت فاتحه،
يبقى ساعتها مش هنقدر ندي للبنت فلوسها. الله، جرى ايه يا ابو سامي؟ ما هي ساعتها يا اخويا هتبقى خطيبته ولا مراته. يا رتيبة ما تسبقيش باللي هيحصل. افرض يا بنت الناس ما حصلش نصيب، ساعتها نعمل ايه بس؟ يا بابا ده مشروع تجاري، يعني ملوش علاقه بجوازي من فاطمه، اذا كان هيبقى فيه جواز. وبعدين دي ناويه تشتغل معايا في الورشه. ايه؟ طب وليه يا ابني هي عاوزه تبهدل نفسها بالشكل ده؟ الشغل مش بهدله يا بابا. وبعدين دي زميلتي في الكليه، يعني في قسم ميكانيكا السيارات زيي. يا ابني احنا مش قد كلام الناس، مش قد كلام اللي يسوى واللي ما يسواش. اللي هيقول ده جايب واحده عشان ياخد فلوسها، واللي هيقعد يسأل ده جايبها منين. يا بابا يا بابا الدنيا اتغيرت. وبعدين دلوقتي البنت بتشتغل في كل المجالات. غير كده دي زميلتي في الكليه. ايوه يا ابو سامي، دي زميلته في الكليه، وان شاء الله ان شاء الله هيبقى له نصيب فيها. بقول لك ايه يا سامي يا ابني، اذا خدت منها فلوس اكتب لها وصل بالمبلغ. ايوه، عشان كل حاجه تبقى ماشيه بينكم بالاصول. الله، هو انت محبكها كده ليه يا ابو سامي؟ يا رتيبه يا رتيبه، انا مش عاوز حد من اهلها يجي يقول لابنك انت ضحكت على بنتنا وخدت فلوسها. انا عاوزاك تمسك في بابا جامد، مش اول ما يقول لك لا يبقى خلاص مش عاوزين ننزل غير وهو معانا. حاضر، بس لو وافق انت فكرتي هيقعد عندنا فين؟ فكرت الصالون الصغير اللي في الاوضه اللي على السلم، هنطلعه بره وهو ياخد الاوضه. تفتكر ابوك هيوافق يقعد في اوضه بعد ما كان قاعد في شقه واسعه لوحده؟ ما هو انا مش خايفه عليه غير من الشقه الواسعه اللي هيقعد فيها لوحده دي، مين هيخدمه بس؟ ما عنده ام زكي. ده ام زكي ايه؟ دي ام زكي دي تجننه، ده ما كانش بيقدر عليها غير ماما الله يرحمها. خلاص نشوف له شغاله تانية. شايفهم يعني مترصصين على الرف، كنا جبنا لوحدنا لنفسنا واحده بدل اللي اتجوزت. سعيد انت مش عايز بابا يجي يقعد معانا؟ بتعقدها ليه؟ لا اله الا الله، انا قلت كده بس انا حاسس انه مش هيوافق. انت اعمل اللي عليك بس وخلي الباقي على ربنا وانا هتصرف. هي الله يرحمها تصورت كل الصور دي. كل لحظة جميلة كانت بتمر علينا كنت بصورها فيها. حياتنا كلها كانت لحظات جميلة. وبعدين يا نايل الله بلاش تعملي كده. فعلا لما انت تعملي كده امال انا اعمل ايه؟ انتحر؟ بعد الشر عليك يا بابا. ما تقولش كده يا عمي، انت راجل مؤمن. فعلا يا سعيد، انا لولا ايماني ده ما كنتش عارف انا هعمل ايه. طب انا دلوقتي ما اقدرش اسيبك هنا، انت تقفل البيت ده وتيجي تعيش معانا. اجي فين؟ تعيش معانا ومع احفادك. انتوا اتجننتوا؟ اتجننا ليه يا بابا؟ انا اسيب بين الاطلال واجي اعيش في بيت الاشباح؟ احنا اشباح يا عمي؟ انتوا فاكرين نفسكم عايشين؟ انتوا محبوسين، او يعني كده متحدد اقامتكم. متحدد اقامتنا في ايه يعني؟ ما احنا عايشين حلو الحمد لله وكافيين خيرنا شرنا مالنا. على العموم انا مش هقدر اجي معاكم، انا هفضل هنا في وادي الذكريات. ايوه يا عمي، بس يعني مين هيشوف طلباتك هنا؟ يعني يا بابا مين هيعمل لك اكلك ومين هيشربك ومين يصحيك الصبح ومين ينيمك بالليل ومين يغسل لك هدومك ومين يعمل لك كل حاجتك؟ حيلكوا فاكريني عيل صغير ولا ايه؟ لا، امال مين اللي كان بيطبخ لتوأم روحي؟ ما هو انا. مين اللي كان بيوكل توأم روحي؟ ما هو انا. مين اللي كان بيسقيها العصير والحاجه الساقعه؟ ما هو انا. مين اللي كان بيغسل لها هدومها في الغساله الفول اوتوماتيك؟ ما هو انا. مين اللي كان بيحميها ويسرح لها شعرها؟ ما هو انا. يا عمي بس يعني احنا عايزين نريحك. تريحني؟ ليه؟ قالوا لك عليا تنبل ولا ايه؟ انا طول عمري بحب الحركه والنشاط. عارف الشقه دي الصبح بعتبرها ملعب. البس الشورت واجري وارمح فيها زي الحصان،
وبعدين اعمل كام تمرين على المتوازيين، وبعدين اخد شاور، وبفكر اجيب عقله كمان. يعني الخلاصه يا بابا انت مش جاي معانا؟ صدقيني يا ناهد يا بنتي، انا طبعي غير طبعكم. ثم تعالي قولي لي هنا، فين المكان اللي عندكم اللي هيساع صور روح قلبي وحياتي دي كلها؟ انا احب اي مكان في الشقه اقرب منه الاقيها بصالي. انتوا فاكرينها انها ماتت؟ لا، دي لسه عايشه معايا، بتكلمني واكلمها. يعني هي بتكلم حضرتك؟ ايه، مش مصدقني؟ لا مصدقك طبعا، مصدقك يا عمي. ناهد انا مش مرتاح لمخ ابوكي. يعني ايه سعيد؟ يعني انا ملاحظ انه ابتدى يخف كده. ده بيقول ان امك بتتكلم معاه، ناقص يقول انها بتقعد تتغدى معاه. يعني انا بابا كذاب؟ انت عايزه تقولي انك صدقتي اللي قاله؟ امال يعني اصدقك انت وكذب ابويا؟ لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. لا حول الله يا ربي. بص يا سعيد، انا عارفه ان انت طول عمرك ما بتحبش اهلي وخصوصا بابا عشان ليه دماغ تانية خالص غير دماغك. اللي بتقوليه ده غلط، بدليل ان محسن ابن عمتك اقرب اصدقائي. انا بس خايف على ابوك بجد. طب انا في ايدي اعمله بس يا ربي. يعني انا بقترح نعرضه على دكتور يكشف على مخه. يا شيخ حرام عليك ما تفولش عليه. انا خايف عليه. كنا ورد ليه؟ هو احنا كنا عزمناها؟ يا ماما ما تكبريش الموضوع. وانت يعني شايف الموضوع صغير؟ كل ده عشان الست جملتنا وبعتت لنا ولد. هيرجع تاني يقول بعتت لنا زفت. ما احنا لو كنا عزمناها كنا قلنا معلش ليها حق، مش قادره تنسى موت جوزها، لكن دي واحده ما صدقت ونسيت موت جوزها، يعني ما عندهاش اصل. عشان بعتت ولد يبقى نسيت موت جوزها وما عندهاش اصل. من الاخر انا ولا طايقاها ولا طايقه وردها. حاضر، اهدي انت بس. اهدى ده ايه؟ وانت شايفني متجننه عليك؟ ما انا هادي. بصراحه مش فاهم هي عملت معاكي ايه يخليكي حطها في دماغك بالشكل ده. انا حاطه حد في دماغي ولا عندي نص ساعه في النهار فاضيه احط حد فيه في دماغي؟ بس في حاجه اسمها اصول يا حبيبي. حاضر، احسن حاجه ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني. انت كمان عايز تخرسني؟ انا عاوز اريحك. انا عارفه ايه اللي حصل لنا النهارده. ما كنا كويسين. مين اللي دخل علينا العماره بالسكنه الزفت الشؤم دي؟ الحق يا ماما، الحق يا بابا، الحقوا، ده ايه ده؟ مالها ماما يا بابا؟ ثانية واحدة، هتاخد القرص وهتبقى كويسة قوي. خد القرص ده يا حبيبتي، افتحي بقك، افتحي بقك عشان تاخد القرص. نوال، نوال، نوال. نوال، نوال. مالها ماما يا بابا؟ ماما راحت. مصلحي، مصلحي. ايوه ده معدة، اموري حضرتك. خد الورقه دي خليهم يكتبوها على الكمبيوتر في السكرتاريه، وخليهم يعملوا منها كام صوره ويعلقوها. تمت امس خطوبة الاستاذة ابنة الاستاذ سعيد. انت لسه هتقراها لي؟ روح وديها بسرعه. حاضر يا فندم، اوديها فين؟ السكرتاريه. حاضر يا فندم. هوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. ألف مبروك يا سعيد بيه. الله يبارك فيك. البقاء لله، شد حيلك. مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. بقاء لله. سعيد بيه، ألف مبروك. الله يبارك فيك. البقاء لله يا فندم. ألف مبروك سعيد بيه. الله يبارك فيك. البقاء لله. مبروك. البقاء لله. البقاء لله. كفايه يا عمي، كفايه. البقاء لله. كان نفسي تاكل من تورته الخطوبه. معلش معلش، البركه فيك. مش كده يا خالي، الصبر الصبر. دي كانت كان نفسها ترقص مكارينا قبل ما تموت، لكن ما دحقتش، اتخطفت. انا وسعيد كنا جيران من واحنا صغيرين. امال ليه ما قالش ان بنته هتتخطب؟ اكيد يا حبيبتي كان مراعي ظروفنا يعني. وبعدين سعيد معروف عنه انه طول عمره شهم ويعرف الاصول. والاصول برضو يا ماما، انا حضرتك ما كنتيش بعتي ورد واحنا في الظروف دي، وما كانش يصح وهم عارفين ظروفنا ان هم يعلوا المزيكا بالشكل ده، على الاقل يراوا ان احنا في حاله حزن. اكيد يا حبيبتي ما كانوش عارفين ان احنا هنوصل من السفر. بعدين بالك بتتكلمي زي العواجيز كده. شفتي بقى حضرتك ربنا عمل فيهم ايه؟ اوعي يا غدا تقولي الكلام ده. انا مش عايزه اشوفك بتشمتي في حد ابدا، مهما غلط فيكي او كنتي بتكرهيه. انا اسفه يا سعيد عشان ما عرفتكش في الاول يعني. لا طبيعي، كبرت قوي انا، مش كده؟ كلنا، مش انت بس. لا، انت بسم الله ما شاء الله زي ما انت. خلاص بقى يا سعيد، الايام جريت وسبقتنا. انا اللي بستغرب له ايه اللي نزل الاسهم كلها بالشكل ده يا اخي، سبحان الله. دول زي ما يكونوا متفقين مع بعضيهم، ولا ايه الحكايه يا سعيد بيه؟ ما انت برضو راجل خريج تجاره عليا وتفهم اكيد في المسائل دي. تجاره عليا ايه يا استاذ بيومي؟ التجاره العليا دي كانت ايام والدي ووالدك. استاذ سعيد خريج كليه تجاره جامعه عين شمس. يا سيدي كلها تجاره وكلها جامعه والسلام. الله، ولا يعني اللي بيدرسوه هناك ما هو برضه بيدرسوه هنا يا استاذ فهمي؟ ولا يعني الاسهم بتعلى عندهم هناك وبتوطى عندنا هنا؟ كله من الدولار يا استاذ بيومي. الدولار يغلى الحاجه تغلى والاسهم تبقى في الارض. والله معاك حق يا استاذ فهمي. انا اليومين دول ملاحظ حاجه غريبه قوي، الدولار كل ما سعره ينزل هناك يغلى عندنا هنا. ده بقى معناه ايه؟ ده المعنى في بطن الشاعر. الله، ما تحضرنا يا استاذ سعيد وتنورنا. ايه الحكايه؟
احنا رايحين على فين؟ استاذ سعيد، استاذ سعيد تكلمني؟ اه لا، ده انت يظهر النهارده مش معانا خالص. صباح الخير. صباح النور. الف مبروك. الله يبارك فيكي. والبقيه في حياتك. حياتك الباقيه هي الدنيا كده. انا اسفه قوي يا استاذ سعيد. تصور انا ما شفتش علبه الحلويات الا النهارده، وانا بفتح شنطه العربيه عشان اجيب الميه لقيتها ورا الاستبن. ولا يهمك، يعني كان المفروض انا اللي اخد بالي. انا حاسه ان انت زعلان مني. ما تبقيش حساسه للدرجه دي، الموضوع ما يستحقش يعني. يعني انت مش زعلان مني؟ هزعل منك ليه بس؟ وحياة عبلة الموضوع ما يستحقش انك تحلفي بحياتك. بس خليك فاكر انا ليا عندك عزومه غدا، ولا هتحمرق؟ اقرب منه الاقيها بصالي. انتوا فاكرينها انها ماتت؟ لا، دي لسه عايشه معايا، بتكلمني واكلمها. يعني هي بتكلم حضرتك؟ ايه مش مصدقني؟ لا مصدقك طبعا، مصدقك يا عم. ناهد انا مش مرتاح لمخ ابوكي. يعني ايه سعيد؟ يعني انا ملاحظ انه ابتدى يخف كده. ده بيقول ان امك بتتكلم معاه، ناقص يقول انها بتقعد تتغدى معاه. يعني انا بابا كذاب؟ انت عايزه تقولي انك صدقتي اللي قاله؟ امال يعني صدقك انت وكذب ابويا؟ لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا حول الله يا ربي. بص يا سعيد، انا عارفه ان انت طول عمرك ما بتحبش اهلي وخصوصا بابا، عشان ليه دماغ تانية خالص غير دماغك. اللي بتقوليه ده غلط، بدليل ان محسن ابن عمتك اقرب اصدقائي. انا بس خايف على ابوك بجد. طب انا في ايدي اعمله بس يا ربي. يعني انا بقترح نعرضه على دكتور يكشف على مخه. يا شيخ حرام عليك ما تفولش عليه. انا خايف عليه. في غرفة النجوم موضوعاتنا أعمل لك شاي يا سعيد. لكن بنناقشها بمنتهى الجرأة والموضوعية. أحدث وأحلى أغاني فيديو كليب في غرفة النجوم. بس انت مش مكسوف من نفسك؟ شكل تاني. ليه؟ يعني إيه أغاني؟ ايه في ايه يا ماما؟ امي انا ما بقاش عليها 40 يوم ميته وانت عمال بتتفرج على التلفزيون. وده في ايه الحزن في القلب؟ الباقي كله شكليات. يعني انا لما حماتي ماتت اللي هي امك انا فتحت التلفزيون؟ انا قلت لك لا ساعتها. على العموم مردوده لك ان شاء الله. عمتك ناديه لسه عايشه، بس ابقى افتكرها بقى. ربنا يديها طولة العمر. وده مين ده بقى ان شاء الله اللي بيديكي مسد كل دلوقتي يا هانم؟ ده فضل بيقول لي تصبحي على خير. انتوا لسه ما نمتوش؟ والله يا ماما هي اللي عماله بتكلمني. سيبي ودان اختك ونامي وسيبيها تنام. وانا مالي يا ماما، وانا مسكت فيها عشان تفضل صاحيه؟ ده هي يا ماما اللي كل ما تلاقيني ساكته كده تقعد تتكلم معايا في مواضيع وافلام. لا يا ماما ما تصدقيهاش، هي اللي عماله تتكلم على طنط تفيده واولادها وتتريق. طنطها تفيده دي اللي مش عاجباها ولادها برقبتها. هو مش مسعد هيختار واحده فيهم؟ يا حبيبتي اخوكي لا اختار ولا عايزني اختار له. عارفه يا ماما مين فعلا اللي يليق لبنات طنط تفيده؟ مين يا منسان طويل؟ فضل خطيب انيسه. والله انت قلت الادب. شايفه يا ماما كلامها؟ دي بنت مش كويسه، مش كويسه صدقيني يا حبيبتي، انسيها خالص. انا بقى كنت عايزاكوا في حاجه، بس انا مش فاكره انا كنت داخله الاوضه ليه. حضرتك كنت داخله تقولي لنا ناموا. لا غير ناموا، انا كنت داخله عشان حاجه تانية. كنت داخله عشان ايه؟ انا كنت عاوزاكوا في ايه؟ انا
ناسيه خالص. افتكرت. دلوقتي احنا جارتنا الجديده مدام سميره وبنتها. انا شخصيا ما اعرفهمش كويس، فيستحسن ما نختلطش بيهم ونعمل حدود بيننا وبينهم. ليه يا ماما ليه؟ هو انا هعيد تاني؟ ما انا قلت انا ما اعرفهمش كويس خلاص. وبعدين احنا مستكفيين بكل الناس اللي حوالينا، صحابنا وجيراننا، بناقص دول. ناموا يا ساتر. ناموا. انا اسيب بين الاطلال واجي اعيش في بيت الاشباح؟ انتوا فاكرين نفسكم عايشين؟ انتوا محبوسين، او يعني كده متحدد اقامتكم. انت عارف طبعا ان انا في الوقت الحالي ماليش غيركم. صباح الخير يا محسن. ازيك وزي مديحه؟ قول لي انت بتزور خالك اليومين دول؟ لا لازم تشوفه، مش عاجبني عقله اللي مش عاجبني. يعني لازم نعرضه على دكاتره. تعرف حد كويس؟ هو كان في حاجه تانية عايز اسالك عليها. ايه يا ربي؟ ايه؟ قريبكوا ده اللي كان شغال في الجمارك. ايوه، تامر الشربطلي. هو لسه في الجمارك؟ عظيم. طب ممكن تديني نمرته؟ بس بقول لك ايه، اوعى تقول لي ناهد مراتي ان انا خدت منك نمرته. ها، اوعى تجيب سيره ليها. قول النمره. ايوه 8. ماشي خلاص. اوكي يا محسن، لازم تروح تشوف خالك بقى عشان نشوف هنجيب له دكتور ازاي. مع السلامه. لازم جايب حاجه للمدام من بره وعايز تعملها لها مفاجاه. يعجبني ذكائك. ويا ترى بقى ايه هي الهديه دي؟ انت مش بتقولي ان انا اعمل لها مفاجاه؟ عايز انا اقول لك على المفاجاه وما اقولش لمراتي؟ ده حتى ما يرضيش ربنا. ايه ده؟ ايه اللي دخلكوا هنا؟ انا منبه على مساكن ما حدش يدخل هنا خالص. ايه؟ وكلم من غير بواب؟ ومين الهلف اللي معاكوا ده؟ ده ما تتكلم يا محسن. ده واحد صاحبي يا خالي. صاحبك؟ ايه؟ قهوه؟ جاي عازمه على فنجان قهوه في القهوه؟ لا هو الحقيقه يعني واحنا لما ما تتكلم يا سعيد. ايوه، اصل انا ومحسن متفقين نيجي نزور حضرتك نطمن عليك، فاحنا جايين في السكه قابلنا صاحبه، فقال انتوا رايحين فين؟ قلنا له رايحين نطمن على عمي. قال ممكن اجي معاكم وامنسكم. مش ده اللي حصل يا دكتور؟ دكتور؟ كمان دكتور؟ ده انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد الدكاتره. يلا من هنا، يلا على بره. يا خالي يلا يا اخويا، انا قاعد مع توأم روحي، مش عايز اشوف خداكم. خصوصا الهلف ده حياة امي لو شفتك كده تاني بالرصاص. بره تعالى بره. يعني ممكن نفوت عليك امتى تاني يا عمي؟ ما تفوتش، كلمني بالتليفون. ايه رايك يا دكتور؟ في الحقيقه ما عجبتنيش نظرات عينيه. انت فاكر الكلام اللي قاله؟ اللي هيقابلها دي تبقى المرحومه مراته. انا بقى شايف غير كده خالص. شايف ايه يا محسن بيه؟ فهمنا عشان نقدر نشخص الحاله. انا حاسس ان خالي عنده واحده ست. امال هتكون واحده ايه يا دكتور؟ لا يا محسن، بلاش مخك يروح لبعيد. الله، مهما كان خالك كان بيحب مراته ومخلص ليها. انت بتصدق يا سعيد؟ انت ما شفتش عمل ايه ساعه ما ماتت؟ كل ده شغل اوامر. احنا مش في الكلام دلوقتي يا جماعه. مش انت اللي طلبت معلومات عنه؟ من كلامكم ده واضح ان عنده انفصام في الشخصيه. بس لو سمحت يا دكتور، يعني لو قابلته تاني مفيش داعي تقول له التشخيص ده، لان هو عموما بيكره الدكاتره. ده مره تعب شويه مراته جابت له دكتور رماه بالبلكونه. ده يبقى مجنون رسمي. مش دايما، ساعات وساعات. تحب تجيله وقت تاني يا دكتور؟ لا 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 لا، من الواضح ان حالته خطيره، لازم تنقلوه مستشفى الخنكه فورا. من غير ما تكشف عليه؟ اكشف عليه هناك في المستشفى، لكن ده حالته خطر، انا مش مستغني عن عمري. طب اتفضل يا دكتور.
ماما ماما، نعم. عايز فلوس عشان بكره هصور ورق، وانا الصبح ببقى مستعجل بنسى اقول لحضرتك. انا مش هنسى. في حاجه يا ماما؟ مفيش، بس افتكرت خطوبة اختك. عشان تيتا الله يرحمها يعني. الله يرحمها. معلش بقى يا ماما، كلنا هنموت. طب لغاية ما نموت بقى واحنا عايشين كده، انا عاوزة اجوزك. طب ما فكرت الصالون الصغير اللي في الأوضة اللي على السلم هنطلعه بره وهو ياخد الأوضة. تفتكر ابوك هيوافق يقعد في اوضه بعد ما كان قاعد في شقه واسعه لوحده؟ ما هو انا مش خايفة عليه غير من الشقة الواسعة اللي هيقعد فيها لوحده دي، مين هيخدمه بس؟ ما عنده ام زكي. ده مزاكي ايه؟ دي مزاكي دي تجننه، ده ما كانش بيقدر عليها غير ماما الله يرحمها. خلاص نشوف له شغاله تانية. شايفهم يعني مترصصين على الرف، كنا جبنا لوحدنا لنفسنا واحدة بدل اللي اتجوزت. سعيد انت مش عايز بابا يجي يقعد معانا؟ بتعقدها ليه؟ لا اله الا الله، انا قلت كده بس انا حاسس انه مش هيوافق. انت اعمل اللي عليك بس وخلي الباقي على ربنا وانا هتصرف. هي الله يرحمها تصورت كل الصور دي. كل لحظة جميلة كانت بتمر علينا كنت بصورها فيها. حياتنا كلها كانت لحظات جميلة. وبعدين يا نايل الله، بلاش تعملي كده. فعلا لما انت تعملي كده امال انا اعمل ايه؟ انتحر؟ بعد الشر عليك يا بابا. ما تقولش كده يا عمي، انت راجل مؤمن. فعلا يا سعيد، انا لولا ايماني ده ما كنتش عارف انا هعمل ايه. طب انا دلوقتي ما اقدرش اسيبك هنا، انت تقفل البيت ده وتيجي تعيش معانا. اجي فين؟ تعيش معانا ومع احفادك. انتوا اتجننتوا؟ اتجننا ليه يا بابا؟ انا اسيب بين الاطلال واجي اعيش في بيت الاشباح؟ احنا اشباح يا عمي؟ انتوا فاكرين نفسكم عايشين؟ انتوا محبوسين، او يعني كده متحدد اقامتكم. متحدد اقامتنا في ايه يعني؟ ما احنا عايشين حلو الحمد لله وكافيين خيرنا شرنا مالنا. على العموم انا مش هقدر اجي معاكم، انا هفضل هنا في وادي الذكريات. ايوه يا عمي، بس يعني مين هيشوف طلباتك هنا؟ يعني يا بابا مين هيعمل لك اكلك ومين هيشربك ومين يصحيك الصبح ومين ينيمك بالليل ومين يغسل لك هدومك ومين يعمل لك كل حاجتك؟ حيلكوا فاكريني عيل صغير ولا ايه؟ لا، امال مين اللي كان بيطبخ لتوأم روحي؟ ما هو انا. مين اللي كان بيوكل توأم روحي؟ ما هو انا. مين اللي كان بيسقيها العصير والحاجه الساقعه؟ ما هو انا. مين اللي كان بيغسل لها هدومها في الغساله الفول اوتوماتيك؟ ما هو انا. مين اللي كان بيحميها ويسرح لها شعرها؟ ما هو انا. يا عمي بس يعني احنا عايزين نريحك. تريحني؟ ليه؟ قالوا لك عليا تنبل ولا ايه؟ انا طول عمري بحب الحركه والنشاط. عارف الشقه دي الصبح بعتبرها ملعب. البس الشورت واجري وارمح فيها زي الحصان، وبعدين اعمل كام تمرين على المتوازيين، وبعدين اخد شاور وبفكر اجيب عقله كمان. يعني الخلاصه يا بابا انت مش جاي معانا؟ صدقيني يا ناهد يا بنتي، انا طبعي غير طبعكم. ثم تعالي قولي لي هنا، فين المكان اللي عندكم اللي هيساع صور روح قلبي وحياتي دي كلها؟ انا احب اي مكان في الشقه اقرب منه الاقيها بصالي. انتوا فاكرينها انها ماتت؟ لا، دي لسه عايشه معايا، بتكلمني واكلمها. يعني هي بتكلم حضرتك؟ ايه مش مصدقني؟ لا مصدقك طبعا.
مصدقك يا عم. ناهد انا مش مرتاح لمخ ابوكي. يعني ايه يا سعيد؟ يعني انا ملاحظ انه ابتدى يخف كده. ده بيقول ان امك بتتكلم معاه، ناقص يقول انها بتقعد تتغدى معاه. يعني انا بابا كذاب؟ انت عايزه تقولي انك صدقتي اللي قاله؟ امال يعني اصدقك انت وكذب ابويا؟ لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا حول الله يا ربي. بص يا سعيد، انا عارفه ان انت طول عمرك ما بتحبش اهلي وخصوصا بابا عشان ليه دماغ تانية خالص غير دماغك. اللي بتقوليه ده غلط، بدليل ان محسن ابن عمتك اقرب اصدقائي. انا بس خايف على ابوك بجد. طب انا في ايدي اعمله بس يا ربي. يعني انا بقترح نعرضه على دكتور يكشف على مخه. يا شيخ حرام عليك ما تفولش عليه. انا خايف عليه. في بورصة النجوم موضوعاتنا أعمل لك شاي يا سعيد. لكن بنناقشها بمنتهى الجرأة والموضوعية. أحدث وأحلى أغاني فيديو كليب في بورصة النجوم. بس انت مش مكسوف من نفسك؟ شكل تاني. ليه؟ يعني ايه أغاني؟ ايه في ايه يا ماما؟ امي انا ما بقاش عليها 40 يوم ميته وانت عمال بتتفرج على التلفزيون. وده في ايه الحزن في القلب؟ الباقي كله شكليات. يعني انا لما حماتي ماتت اللي هي امك انا فتحت التلفزيون؟ انا قلت لك لا ساعتها؟ على العموم مردوده لك ان شاء الله. عمتك ناديه لسه عايشه بس ابقى افتكرها بقى. ربنا يديها طولة العمر. وده مين ده بقى ان شاء الله اللي بيديكي مسد كل دلوقتي يا هانم؟ ده فضل بيقول لي تصبحي على خير. انتوا لسه ما نمتوش؟ والله يا ماما هي اللي عماله بتكلمني. سيبي ودان اختك ونامي وسيبيها تنام. وانا مالي يا ماما؟ هو انا مسكت فيها عشان تفضل صاحيه؟ ده هي يا ماما اللي كل ما تلاقيني ساكته كده تقعد تتكلم معايا في مواضيع وافلام. لا يا ماما ما تصدقيهاش، هي اللي عماله تتكلم على طنط تفيده اولادها وتتريق. طنطها تفيده دي اللي مش عاجباها ولادها برقبتها. هو مش مسعد هيختار واحده فيهم؟ يا حبيبتي اخوكي لا اختار ولا عايزني اختار له. عارفه يا ماما مين فعلا اللي يليق لبنات طنط تفيده؟ مين يا ملسان طويل؟ فضل خطيب انيسه. والله انت قليل الادب. شايفه يا ماما كلامها؟ دي بنت مش كويسه، مش كويسه صدقيني يا حبيبتي، انسيها خالص. انا بقى كنت عايزاكوا في حاجه بس انا مش فاكره انا كنت داخله الاوضه ليه. حضرتك كنت داخله تقولي لنا ناموا. لا غير ناموا، انا كنت داخله عشان حاجه تانية. كنت داخله عشان ايه؟ انا كنت عاوزاكوا في ايه؟ انا ناسيه خالص. افتكرت. دلوقتي احنا جارتنا الجديده مدام سميره وبنتها. انا شخصيا ما اعرفهمش كويس فيستحسن ما نختلطش بيهم ونعمل حدود بيننا وبينهم. ليه يا ماما ليه؟ ها هو انا هعيد تاني؟ ما انا قلت انا ما اعرفهمش كويس خلاص. وبعدين احنا مستكفيين بكل الناس اللي حوالينا صحابنا وجيراننا، بناقص دول. ناموا يا ساتر. ناموا. ايه بستان مالك؟ فيك ايه؟ شايفاك النهارده كده يعني مزاجك مفنكش حبتين ومحتاج لصاموله. ايه النظام؟ فعلا في موضوع كده مفوت في دماغي شويه، مش قادر اربطه. طب مش من حق اعرفه يعني ولا ايه؟ يا حبيبتي انت خلاص من حقك تعرفي كل حاجه. طب طلع بقى، طلع اللي في دماغك. مش عارف. طب انت ما تيجي نشوف مكان نقعد فيه ناكل حاجه لحد المحاضره الجايه. انت عندك حاجه دلوقتي؟ ماله ده مجنون؟ ممكن بقى تخش في الموضوع؟ ابويا كان عنده دكان بقاله بيطلع له منه قرشين جنب وظيفته، انما بقى بعد ما السوبر ماركات غطت البلد ابتدى المحل يجيب له ورا.
راح ابويا واخدها من قصرها وقفل المحل. طيب ليه ما حاولتوش تطوروه؟ محتاج لي ثروه يورثها زي اللي بيحصل في الافلام. يا حبيبي انا لحد دلوقتي ما فهمتش هي ايه المشكله. المشكله ان انا مستخسر المحل كده وهو مقفول. طب ليه ما فكرتوش تبيعوه؟ فكرنا وجالنا فيه سعر كويس قوي، بس انا بقى طقت في دماغي حاجه. ما قلت لك خش في الموضوع. عاوز اقلبه ورشه ميكانيكا سيارات. ايوه كده، هو ده التفكير الروش تحت. ها، عجبتك الفكره؟ تجنن. صبرك عليا بقى، ما هو الحلو ما يكملش. ليه بقى؟ يعني المشروع محتاج على الاقل 25,000 جنيه. طب من الاخر انت معاك منهم كام؟ كل اللي حوشه ابويا حوالي 15,000 جنيه بس. سامي تقبل شريك؟ انت عندك حد؟ ايوه بس يعني هو معهوش غير 10,000 جنيه ونايمين في دفتر التوفير. وماله، بس هو يوافق واحنا نقدر نبتدي على طول. لكن انت ضمناه؟ انت ضامنني يا سامي؟ ده انت متحمسه له قوي. انت تعرفيه كويس؟ وانت كمان تعرفه. انا كمان اعرفه. مين ده بقى؟ طمطم. انا. اتفضل يا ست هاني. تسلم ايدك. الحساب كله 7 جنيه و75 قرش، ادي بقيت ال10 جنيه. خليهم عشانك يا عوضي. ربنا يخليك يا ست الكل. لو احتجتيني قولي يا عوضين، اقول لك نعمين او اديني رنتين. جزاك الله خير، شكرا. اي اوامر تانية؟ ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا سعاده البيت. اهلا، ازيك يا عوضين؟ سعيد، الف مبروك يا سعيد. قصدي البقاء لله اولا يعني. حياتك الباقيه. وانا بشكرك على الورد اللي بعتيه. على فكره انا يومها كنت عاوز اعزمك، لكن انا عارفه. صدقيني لو اعرف انك هتيجي في الوقت ده انا كنت اجلت ميعاد الخطوبه. انا متاكده يا سعيد، انا عارفه انك طول عمرك تعرف الاصول. انت مش محتاجه حاجه؟ كتر الف خيرك. الحق، انت تعرف حد في الجمرك؟ ليه خير؟ اصل عندي عربيه جايه الاسبوع اللي جاي. ما تشيليش هم. ربنا يخليك. انت عارف طبعا ان انا في الوقت الحالي ماليش غيركم. جري يا سميره، انت في اي وقت تطلبيني هتلاقيني واقف جنبك. كتر الف خيرك. عن اذنك. وكل الكلام ده بقى قلتوه وانتوا واقفين على السلم؟ كلام ايه بس يا ناهد؟ يعني هي كانت بتعزيني وانا كنت بشكرها على الورد اللي بعتته، ده كل اللي حصل يعني. ما هو لازم يبقى فيه اسباب، مره بتشكرها على الورد، مره هي بتعزيك على موت حماتك، مره بتهنيك على خطوبه بنتك، مره بتقول لك سلامتك من الكحه. ده موضوع بقى. بالعكس يا ناهد، انت اصلك ما تعرفيش سميره. لا طبعا انا ما اعرفهاش زيك. هو انا اللي كنت هتجوزها ولا انت؟ يا ناهد ده موضوع حصل زمان وراح لحاله. راح لحاله بالنسبه لك انت. اصل انت يا سعيد يا حبيبي راجل طيب وعلى نياتك، ما تفهمش في كهن الستات ده. كهن؟ انت يا ناهد بتقولي الفاظ زي دي؟ ايه الالفاظ دي؟ مالها؟ بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده كله، ما تغيرش الموضوع. انا دلوقتي عايزه رد حاسم واضح محدد. الست دي هتفضل قاعده معانا في العماره على طول؟ افتكر يعني لانها بعتت تجيب عربيتها ويعني طلبت مني اشوف لها حد يساعدها في الجمرك. جمرك؟ هي حصلت جمرك يا سعيد؟ ليه يا ناهد؟ هو الجمرك في حاجه عيب؟ طبعا. انت عمرك سمعت عن راجل محترم خلص لواحده ست عربيتها في جمرك؟ انت مش مدحت ابن عمتك كان شغال في الجمرك؟ يا ريت تشوفي نمرته عشان اوصيه عليها. لا ما تحملش هم، سيب لنا الموضوع ده، انا اللي هوصيه. عارفه يا ناهد انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا حبيبي؟ تسوق لها العربيه؟ الله يخرب عليك على خفه دمك. لو النبي نفسك في ايه؟ نفسي يعني تبقوا صحاب وتحبوا بعض يعني. انتوا كنتوا زملاء زمان في المدرسه. ما كنتش بطيقها، ما كنتش بتصورها ولا بقبلها. ده كان زمان واحنا صغيرين يعني، دلوقتي احنا كبرنا وعقلنا يعني. انا يعني ايه رايك لو نعزمها هي وغدا بنتها على غدا عندنا، وغدا بقى تقعد مع انيسه وفاطمه دايما كده. بصراحه يعني
انا مش عايزهم يحسوا انهم لوحدهم. طب ما انا عندي رأي احسن، احنا نعمل لهم اوضة عندنا هنا في البيت. انا عاوزه اقول لك على حاجة، الست دي لازم تمشي من العمارة، ما ينفعش تقعد هنا خالص. يعني ايه؟ يعني هي تروح لحالها تشوف لها بيت تاني. وده باي قانون؟ انا ماليش دعوه بالقوانين، انا ما تقوليش قوانين، تتصرف. انت مش عايز تتصرف وتطلع لها عربيتها من الجمرك؟ لا يا حبيبي بقى تتصرف وتجيب محامي يطلعها من العماره. لا يا نهد ارجوك، انا ما اقدرش اعمل كده. ليه؟ انت عارف شقتها دي تساوي كام؟ تساوي 200,000 جنيه. احنا مش هنظلمها، احنا هنديها جزء وناخد حقنا احنا. ايوه يا ماما، بس احنا الحمد لله مش محتاجين فلوس. عمارتنا ورثنا. انا عاوزه الشقه، محتاجاها هعملها مطبخ. لا يا نهد ارجوكي بلاش، عشان خاطري. ارجوكي عشان خاطري. وعشان خاطري. وارجوكي كمان ارجوكي. طب عشان خاطرك يا سعيد انا مش هقعدها في العماره دي خالص. اتفضل يا باشمهندس. شكرا. باشمهندس سامي، يعني يا اخويا لا جيت ولا اديت البيت الدرس. معلش يا ست روحيه، اصل انا بصراحه اليومين دول يعني مشغول شويه. بس البت حضرت نفسها وقعدت تستناك اول امبارح. انا لما افضل باذن الله هبقى اجيلها. اعمل معروف يا باشمهندس، البت يا اخويا مش فاهمه حاجه في المدرسه، واحنا بصراحه كده خايفين تسقط. لا ما تخافيش، اطمني ان شاء الله ما تخافيش. طيب باشمهندس هتاخد مني كام؟ يا ست روحيه احنا جيران، وبعدين ما يصحش يعني نتكلم في حاجات زي دي. لا يا اخويا، دي نقره ودي نقره، وانا ما بحبش اتعبك على الفاضي بلوشي. بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده، عن اذنك دلوقتي. الواد حلاق لي. يا ماما قال لي هيجي لازم يجي ويديك الدرس، امال اسيبك تسقطي؟ يا حبيبتي يا ماما بحبك بموت فيكي يا بنتي يا بكاشه. عارفه يا ماما انا متاكده لو الباشمهندس سامي هو اللي اداني درس في الرياضه انا هنجح وهجيب مجموع كويس قوي. تنجحي بس. يا ماما بقى. شوف كهن البنات. فكرت الصالون الصغير اللي في الاوضه اللي على السلم هنطلعه بره وهو ياخد الاوضه. تفتكر ابوك هيوافق يقعد في اوضه بعد ما كان قاعد في شقه واسعه لوحده؟ ما هو انا مش خايفه عليه غير من الشقه الواسعه اللي هيقعد فيها لوحده دي، مين هيخدمه بس؟ ما عنده ام زكي. ده ام زكي ايه؟ دي ام زكي دي تجننه، ده ما كانش بيقدر عليها غير ماما الله يرحمها. خلاص نشوف له شغاله تانية. شايفهم يعني مترصصين على الرف، كنا جبنا لوحدنا لنفسنا واحده بدل اللي اتجوزت. سعيد انت مش عايز بابا يجي يقعد معانا؟ بتعقدها ليه؟ لا اله الا الله، انا قلت كده بس انا حاسس انه مش هيوافق. انت اعمل اللي عليك بس وخلي الباقي على ربنا وانا هتصرف. هي الله يرحمها اتصورت كل الصور دي. كل لحظة جميلة كانت بتمر علينا كنت بصورها فيها. حياتنا كلها كانت لحظات جميلة. وبعدين يا نايل الله بلاش تعملي كده. فعلا لما انت تعملي كده امال انا اعمل ايه؟ انتحر؟ بعد الشر عليك يا بابا. ما تقولش كده يا عمي، انت راجل مؤمن. فعلا يا سعيد، انا لولا ايماني ده ما كنتش عارف انا هعمل ايه. طب انا دلوقتي ما اقدرش اسيبك هنا، انت تقفل البيت ده وتيجي تعيش معانا. اجي فين؟ تعيش معانا ومع احفادك. انتوا اتجننتوا؟ اتجننا ليه يا بابا؟ انا اسيب بين الاطلال واجي اعيش في بيت الاشباح؟ احنا اشباح يا عمي؟ انتوا فاكرين نفسكم عايشين؟ انتوا محبوسين، او يعني كده متحدد اقامتكم. متحدد اقامتنا في ايه يعني؟ ما احنا عايشين حلو الحمد لله وكافيين خيرنا شرنا مالنا. على العموم انا مش هقدر اجي معاكم، انا هفضل هنا في وادي الذكريات. ايوه يا عمي، بس يعني مين هيشوف طلباتك هنا؟
يعني يا بابا مين هيعمل لك اكلك ومين هيشربك ومين يصحيك الصبح ومين ينيمك بالليل ومين يغسل لك هدومك ومين يعمل لك كل حاجتك؟ حيلكوا حيلكوا، فاكريني عيل صغير ولا ايه؟ لا، امال مين اللي كان بيطبخ لتوأم روحي؟ ما هو انا. مين اللي كان بيوكل توأم روحي؟ ما هو انا. مين اللي كان بيسقيها العصير والحاجه الساقعه؟ ما هو انا. مين اللي كان بيغسل لها هدومها في الغساله الفول اوتوماتيك؟ ما هو انا. مين اللي كان بيحميها ويسرح لها شعرها؟ ما هو انا. يا عمي بس يعني احنا عايزين نريحك. تريحني؟ ليه؟ قالوا لك عليا تنبل ولا ايه؟ انا طول عمري بحب الحركه والنشاط. عارف الشقه دي الصبح بعتبرها ملعب. البس الشورت واجري وارمح فيها زي الحصان، وبعدين اعمل كام تمرين على المتوازيين، وبعدين اخد شاور وبفكر اجيب عقله كمان. يعني الخلاصه يا بابا انت مش جاي معانا. صدقيني يا ناهد يا بنتي، انا طبعي غير طبعكم. ثم تعالي قولي لي هنا، فين المكان اللي عندكم اللي هيساع صور روح قلبي وحياتي دي كلها؟ انا احب اي مكان في الشقه اقرب منه الاقيها بصالي. انتوا فاكرينها انها ماتت؟ لا، دي لسه عايشه معايا، بتكلمني واكلمها. يعني هي بتكلم حضرتك؟ ايه مش مصدقني؟ لا مصدقك طبعا، مصدقك يا عمي. ناهد انا مش مرتاح لمخ ابوكي. يعني ايه سعيد؟ يعني انا ملاحظ انه ابتدى يخف كده. ده بيقول ان امك بتتكلم معاه، ناقص يقول انها بتقعد تتغدى معاه. يعني انا بابا كذاب؟ انت عايزه تقولي صدقتي اللي قاله؟ امال يعني اصدقك انت وكذب ابويا؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا حول الله يا ربي. بص يا سعيد، انا عارفه ان انت طول عمرك ما بتحبش اهلي وخصوصا بابا عشان ليه دماغ تانية خالص غير دماغك. اللي بتقوليه ده غلط، بدليل ان محسن ابن عمتك اقرب اصدقائي. انا بس خايف على ابوك بجد. طب انا في ايدي اعمله بس يا ربي. يعني انا بقترح نعرضه على دكتور يكشف على مخه. يا شيخ حرام عليك ما تفولش عليه. انا خايف عليه. في غرفة النجوم موضوعاتنا أعمل لك شاي يا سعيد. لكن بنناقشها بمنتهى الجرأة والموضوعية. أحدث وأحلى أغاني فيديو كليب في غرفة النجوم. بس انت مش مكسوف من نفسك؟ شكل تاني. ليه؟ يعني ايه أغاني؟ ايه في ايه يا ماما؟ امي انا ما بقاش عليها 40 يوم ميته وانت عمال بتتفرج على التلفزيون. وده في ايه الحزن في القلب؟ الباقي كله شكليات. يعني انا لما حماتي ماتت اللي هي امك انا فتحت التلفزيون؟ انا قلت لك لا ساعتها؟ على العموم مردوده لك ان شاء الله. عمتك ناديه لسه عايشه بس ابقى افتكرها بقى. ربنا يديها طولة العمر. وده مين ده بقى ان شاء الله اللي بيديكي مسد كل دلوقتي يا هانم؟ ده فضل بيقول لي تصبحي على خير. انتوا لسه ما نمتوش؟ والله يا ماما هي اللي عماله بتكلمني. سيبي ودان اختك ونامي وسيبيها تنام. وانا مالي يا ماما؟ هو انا مسكت فيها عشان تفضل صاحيه؟ ده هي يا ماما اللي كل ما تلاقيني ساكته كده تقعد تتكلم معايا في مواضيع وافلام. لا يا ماما ما تصدقيهاش، هي اللي عماله تتكلم على طنط تفيده اولادها وتتريق. طنطها تفيده دي اللي مش عاجباها ولادها برقبتها. هو مش مسعد هيختار واحده فيهم؟ يا حبيبتي اخوكي لا اختار ولا عايزني اختار له. عارفه يا ماما مين فعلا اللي يليق لبنات طنط تفيده؟ مين يا ملسان طويل؟ فضل خطيب انيسه. والله انت قليل الادب. شايفه يا ماما كلامها؟
دي بنت مش كويسه، مش كويسه صدقيني حبيبتي، انسيها خالص. انا بقى كنت عايزاكوا في حاجه، بس انا مش فاكره انا كنت داخله الاوضه ليه. حضرتك كنت داخله تقولي لنا ناموا. لا غير ناموا، انا كنت داخله عشان حاجه تانية. كنت داخله عشان ايه؟ انا كنت عاوزاكوا في ايه؟ انا ناسيه خالص. افتكرت. دلوقتي احنا جارتنا الجديده مدام سميره وبنتها. انا شخصيا ما اعرفهمش كويس، فيستحسن ما نختلطش بيهم ونعمل حدود بيننا وبينهم. ليه يا ماما ليه؟ ها هو انا هعيد تاني؟ ما انا قلت انا ما اعرفهمش كويس خلاص. وبعدين احنا مستكفيين بكل الناس اللي حوالينا، صحابنا وجيراننا، بناقص دول. ناموا يا ساتر.